لو في بيتك مريض، يا ترى لو عندك حد بيعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، هتعرف تقيس درجة الحرارة؟ طب ما تديني انا ثانية واحدة واقولك ازاي تقيس درجة الحرارة، اهو على الاقل نطمن. اول حاجة احنا ممكن نقيس درجة الحرارة من الفم او من تحت الابط. تاني حاجة لازم اتأكد منها ان الترمومتر بتاعي نظيف ومعقم قبل استخدامه عن طريق الفم. كمان معلومة مهمة ان الترمومتر يفضل ان هو لو كان استخدام شخصي تمام ممكن نقيس من الفم عادي، اما لو استخدام أسرة كاملة ساعتها الأأمن ليكم ان انتوا تقيسوا من تحت الباط. طيب ازاي بغسل الترمومتر بتاعي؟ عادي جدا بنغسله بمية وصابون تحت مية جارية، وبعدين بنجففه، وبعدين رشة كحول وبنرشها عليه، وبنسيب الكحول يتطاير. بعد كده لازم ناخد بالنا ان احنا لو بنقيس من الفم ما ينفعش بابا او ماما او اي حد انا هقيسله يكون شارب اي حاجة ساقعة او سخنة قبل ما اقيس بربع ساعة. بعد كده انا ببدأ اشيك على درجة حرارة الترمومتر بتاعي، لازم تكون درجة الترمومتر اقل من 35 درجة مئوية. بصوا، شايفين الزئبق؟ الجزء اللي بيظهر بيلمع شبه الفضة ده، هو ده الزئبق اللي بيوصل لدرجة الحرارة ومحتاجين نعرفها. شايفين؟ وبما ان الترمومتر بتاعي درجة حرارته فوق ال35 فانا لازم انزل درجة حرارته. انزلها ازاي؟ كده، حركة بسيطة وخفيفة، وما ينفعش جامد عشان طبعا ما يتكسرش مني. بالراحة خالص، بفضل اعمل كده لحد ما درجة الحرارة عندي تنزل لتحت 35. اهو، شايفين؟ بصوا، اهو، ثانية واحدة، ايوه، اهو، هو بيظهر ايوه زي مراية اهي. اهي شايفين؟ اهو كده كويس. كده ده تحت ال35، انا كده تمام قوي. عن طريق الفم هبدأ احط الجزء ده، المستودع ده، تحت لسان المريض، واقول له يقفل عليه بشفايفه، يقفل بالشفايف بس مش بالأسنان علشان ما يتكسرش. وطبعا الطريقة دي مش هنقيس بيها الأطفال أبدا، أو ناس تكون تعبانة وبدأت إن هي ما تبقاش في وعيها معانا. الطريقة الأأمن جدا هي إن احنا نقيس من تحت الباط. وقبل ما نقيس تحت الباط لازم نتأكد إن المكان يكون جاف، ما ينفعش يكون عرقان او المكان رطب واحط الترمومتر بتاعي هيأثر على قراية درجة الحرارة. طيب بعد كده هسيبه مدة قد ايه؟ انا هقولك، تحت اللسان بيقعد لمدة دقيقة واحدة بس، اما تحت الباط بيقعد لمدة 5 دقايق. علشان كده لازم تخلي بالك ان انت لو بتقيسي تحت الباط لطفل صغير لازم تاخديه جنبك كده وتقعديه جنبك وتحركي ايديه تقفليها، وتبقي انت اللي ماسكه دراعه ومتحكمه علشان تتاكدي ان هو مش هيجري او ان هو ممكن يوقع الترمومتر. طيب، عدى الوقت، عدى الوقت، هسحب الترمومتر بتاعي بالراحه وهبدا امسكه من الجزء ده. ما ينفعش نمسكه من الجزء ده اللي كان في المكان الخاص بالمريض، سواء كان الفم سواء كان تحت الباط. وبعدين والترمومتر في ايدي كده برش رشة كحول وامسح من بره لجوه ومرجعش تاني، وده علشان منقلش البكتيريا او الجراثيم اللي كانت في المكان ده، سواء كان مكان ان هو كان موجود تحت اللسان او تحت الباط، لباقي جسم الترمومتر. بعد كده ابدا بقى اشوف درجه حراره الترمومتر. اشوفها ازاي؟ ما ينفعش الترمومتر يبقى فوق كده ولا تحت كده، الترمومتر لازم يكون في مستوى عينيكي بالظبط كده، نفس مستوى عينينا، ونبدا نلف لفات بسيطه كده لحد ما نشوف الزئبق وصل للدرجه كام. تمام كده. بعدها اول ما تحددي درجه الحراره لو انتي قستي من الفم فهي دي درجه الحراره. تمام. لو 37 هتبقى 37، لو 37 ونص هتبقى 37 ونص. طيب لو تحت الباط هتزودي نص درجة، يعني لو
درجة الحرارة 37، فانت هتقولي درجة الحرارة 37.5. بعد كده بتاخدي الترمومتر وبتغسليه تاني بمية وصابون وبرشة كحول، وبيكون بعد كده جاهز معايا ونضيف اني اقدر استخدمه تاني في اي وقت من الاوقات. طب ثانية واحدة، هو انتوا اصلا تعرفوا متوسط درجة الحرارة الطبيعي كام؟ يعني امتى لو لقيتها عالية اقول دي خطر؟ درجة الحرارة للجسم الطبيعية هي من 36.5 ل37.7 شرط. طول ما هي في الرينج ده احنا كده تمام. طيب لو درجة الحرارة طلعت عالية لازم نبدأ على طول بالكمادات، ودي طبعا عايزة حلقة تانية بالتفصيل. ودلوقتي بقى السؤال ده ليكم، الترمومتر اللي ظاهر في الصورة ده يا ترى درجة حرارته كام؟ لو من الفم أو من تحت الإبط؟ وبالمناسبة دي أحب أقول لكم إن أول حاجة اتعلمتها هي إني أقيس درجة الحرارة في التمريض. كان معاكم مس فاطمة عادل، أنا بقدم لكم محتوى يا رب يفيدكم ويجعله في ميزان حسناتي وحسنات كل واحد يعمل شير للفيديو ده يفيد بيه غيره. سلام.